فبيحصل عمليه انكماش فيه لان ده المونيا. ده بيحصل انكماش يا جماعه، بيخس شويه، فطبعا ما ينفعش انت. ما يكون الجوان صاج كل ما بيديه عمر افتراضي طويل جدا 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 جدا. طبعا مضروبه سواء كانت مشاهات فلاتر الصيد حاليا ما خلتش حد نفسه في حاجه. قطع غيار كلها مضروبه. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم معنا في أول حلقة ومقدمة سلسلة اعرف عربيتك أكتر. مع بعض هنعرف عن عربياتنا تفاصيل التفاصيل التفاصيل. الزوم ده يعني إيه تفاصيل التفاصيل التفاصيل؟ ما كفايه زوم يعني بقى. إحنا هنعرف كل مسمار في عربياتنا بيتركب إزاي، بيتفك إزاي، كل كنترول في العربية وظيفته إيه، أعطاله إيه، هيشتغل إزاي، بيتركب إزاي، يتفك إزاي، إزاي نعرف نصينه، إزاي نعرف نشغله، كل قطعة غيار وظيفتها ايه وتشتغل ازاي وهل هي شغالة ولا لا، والطرق الصحيحة والاختبارات الصحيحة اللي احنا ممكن نعملها ان احنا نعرف ان هي شغالة ولا لا، والطريقة الصح انك توصل لأي عطل في العربية بطريقة مضمونة 100% وبكتالوج العربية، مش اللي موجود في التابلو، لا ده الكتالوج اللي بيخرج من المصنع وفيه كل مسمار في العربية. اول عربيه هنبدا بيها رحلتنا وهي عربيه سكودا فيليشيا. ليه سكودا فيليشيا؟ تعالوا قبل ما نجاوب على السؤال ده ناخد نبذه سريعه عن تاريخ العربيه دي، وباختصار شديد جدا العربيه دي هاتشباك وبدا انتاجها سنه 1994 بعد النجاح اللي حققته سكودا فيفر، ونزل منها اصدار الكومبي او اللي هو ستيشن واجن في يونيو 95، وفي اغسطس 95 نزل منها اصدار النص نقل، وانتهى انتاجها سنة 2001. وانت جايبنا حصة تاريخ ولا ايه؟ في ايه التواريخ دي كلها؟ لا ما حضرتك ما اخدتش بالك لا يا اخويا، ان ما نزل خدتش منها بالي. 3 اصدارات مختلفين ب3 مواتير مختلفة، 1300 بنزين، 1600 بنزين، و1900 جاز. وهنا نكون وصلنا لنقطة مهمة جدا. ليه العربية دي؟ لان العربية دي من اوائل العربيات اللي استعملت نظام الحقن الالكتروني، والنظام ده دلوقتي مبني عليه العربيات الحديثة اللي ماشية دلوقتي على الارض، والنظام ده من كتر ما هو كان سيمبل في العربية دي ابهرني جدا. وزي ما ابهرني النظام ده على قد ما هو بسيط وسيمبل، برضو نظام الاي بي اس فيها كان بسيط وسيمبل. بصراحة برضو كل الالكترونيكس اللي في العربية بسيطة وسيمبل، وطريقة عملها كانت بسيطة، نقدر من خلالها نعرف ازاي العربيات الحديثة دلوقتي بتشتغل وازاي نعرف نصينها. طبعا كل الأنظمة دي هنتكلم عنها وهنعرف ازاي النظام ده شغال او مش شغال عن طريق الاختبارات اللي احنا هنعملها وهنعرفها من كتالوج العربية. وطبعا اول نظام هنتكلم عنه هو نظام الحقن الالكتروني، ولأهميته لان هو داخل في العربيات الحديثة اللي موجودة حاليا. قبل ما نعرف مكونات نظام الحقن الالكتروني تعالوا نعرف الثلاث مواتير اللي كانوا موجودين في الثلاث اصدارات مختلفة من العربية، وهنبدأ بالموتور ال 1300 بنزين. الموتور ال 1300 بنزين نزل منه 5 اصدارات. ايه؟ تصدق فعلا 5 اصدارات. الموتور ال 1300 بنزين نزل منه 5 اصدارات ب3 نظم مختلفة: نظام الكربراتير، نظام الانجكشن السنجل بوينت، ونظام الانجكشن المالتي بوينت اللي هو الام بي اي، والسنجل بوينت كان اسمه الاس بي اي، ده اختصار لكلمة سنجل بوينت انجكشن. الموتور الكربراتير هو اضعف موتور معانا، واول موتور موجود معانا هو كان الكود بتاعه 135 وكان بيشتغل ببنزين 92، والموتور ده بيخرج عزم 94 نيوتن في 3000 لفة في الدقيقة. الموتور التاني معانا هو 136 بي، والموتور ده بيشتغل ببنزين 92 ولكن نظامه هو سنجل بوينت انجكشن، بيطلع 94 نيوتن متر في 3250 لفة في الدقيقة. والموتور الثالث معانا هو موتور 136 بي برضو، ولكن بياخد بنزين 95 وبيشتغل برضو بسنجل بوينت انجكشن، بس بيطلع عزم 100 نيوتن متر في 3250 لفة في الدقيقة. رابع موتور معانا هو موتور 135 ام، الموتور ده بيستخدم بنزين 92 ونظام حقن ام بي اي او المالتي بوينت انجكشن. الموتور ده بيخرج 99 نيوتن متر في 2500 لفة. اخر موتور معانا هو موتور 136 ام، بيستعمل بنزين 95 وبرضه بيشتغل بنظام مالتي بوينت انجكشن، وده بيخرج 106 نيوتن متر في 2600 لفة. ما لاحظتش حاجة كده وانا بقول على المواتير دي؟ لا. ما لاحظتش ان في اصدارين للسنجل بوينت انجكشن
بس بيختلف منهم البنزين ال 92 وال 95؟ لا يا راجل. طيب ما سألتش نفسك ليه الاختلاف ده ما بين البنزين ال 92 وال 95 ونزلوا موتور مخصوص لل 92 وموتور مخصوص لل 95؟ حتى الموتور ال MPI نفس القصة. علشان نجاوب على السؤال ده تعالوا نعرف الكومبريشن ريشيو بتاعة المواتير دي والبور والستروك. نبدأ بالبور وهو 75.5 ملم والستروك 72 ملم. علشان نعرف ايه البور والستروك دول